بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة بين الألم والأمل والعمل والأجل، هذه الحياة. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. الإخوة الكرام، هذه خلاصة الحياة. ربي خلقنا في هذه الدنيا، والدنيا قصيرة مهما طالت. الدنيا قصيرة قصيرة حتى بالنسبة اللي عايش بزاف 70 80 90، ولكن الحياة قصيرة مهما طالت، لأن الأجل هو النهاية. عبر عنه الشافعي رضي الله عنه قائلا، واش كان يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نفتت هذا الموضوع ببعض البيان. الحياة دنيس الحياة، ربي سبحانه خلقنا في الحياة ونحن ضيوف، وحياتنا مؤقتة تنتهي بأجل، ولكل أجل كتاب كما قال ربنا عز وجل. ولكن هذه الحياة ربي سبحانه أعطانا كل أسباب الحياة وكل مقومات الحياة. كل أعطانا ربي سبحانه الهواء الذي نستنشقه، ما قدروش نعيشوا بلا الهواء. أعطانا ربي الماء الذي يزيل عنا الظمأ، الماء، بل الماء أساس الحياة. ربنا في القرآن الكريم قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء، إنسان، حيوان، نبات، أشجار، طيور، حياة الناس قائمة على الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء مبني على هذا الماء. وبالماء نتوضاو، اللي يسموها الفقهاء الطهارة المائية، وهي طهارة الأصل، ولا نلجأ إلى الطهارة الترابية اللي هي طهارة البدن إلا لأعذار. يعني واحد ما يتيمم حتى إلا ما كاينش الماء، ولا كاين الماء وما يقدرش يستخدم الماء، ينتقل من الأصل إلى البدل، من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. إذن الماء الطهور للعبادات وللعادات، به نضفوه، به نوكلوه، به ناكلوه، به نغسلوه، به نغرسوا الأشجار ونسقيوا الأشجار، به. لذلك ربي قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأعطانا ربي الكساء يسترنا، أعطانا الإيواء السكنة والدواء، يعني كل مقومات الحياة ربي سبحانه أعطاها لنا في هذه الحياة. ولكن ربي سبحانه طلب منا باش نستثمر هذه الحياة استثمارا جيدا. خلاصة الإنسان، أعطيكم خلاصة حياة الإنسان: كان في بطن أمه والشريعة تحميه، في بطن أمه ما ينطق ما يهدر ما والو. الشرع أعطاله حقوق وأعطاله رعاية. من أحكام الشريعة بالنسبة للجنين حقه في الميراث، يموت باباه وهو في كرشيمه ويورث. هذه موجودة غير في شريعة الإسلام، غير موجودة
في جميع الشرائع وفي جميع الأديان، في جميع الكتب وفي جميع الفلسفات وجميع التقنينات لا وجود لها. معنى ربي يعطى الحق للإنسان وهو في بطن ما كيدو الفريضة يخليو الحق الجنين، مازال هو مشروع إنسان، مازال ما جاش الدنيا، مازال هو مشروع إنسان. أعطاه ربي هذا الحق وأعطى لي ماه حقوق، من هذه الحقوق عندها الحق باش تفطر في رمضان ما تصومش، عذر يسمح لها باش ما تصومش في شهر رمضان المعظم الفريضة. هذه الرخصة أعطاها الشرع لوالدة أو للمرأة الحامل، للأم الحامل. وأيضا الشريعة منعت الإجهاض، حرمت الإجهاض لافورتمون، حرمته علاه حفاظا على حق الإنسان في الحياة يعيش. ما يجيوش الناس مواليه ولا يقرروا يقول هذا الإنسان لازم يموت، لازم يكون إجهاض. علاه؟ هذا الذي يقرر هذا القرار هو بالذات كان في يوم من الأيام كان في بطن أمه، ولو تقرر في حقه الإجهاض لما جاء إلى هذه الحياة، تسلب منه الحياة. ولكن يجوز الإجهاض في حالات نادرة في باب الضرورات جدا، الضرورات الملجئة فصلها الفقهاء في مقولاتهم وفي أحكامهم. إذن هذه الشريعة ما خلتناش. وكي يجي هذا الطفل ولا طفلة يجي للدنيا للحياة، يستقبل الحياة، نستقبله بالأذان اللي سمعناه واللي نسمعوه، الأذان اللي يحمل كل شعارات الإسلام، التكبير وإعلان عقيدة التوحيد ونبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى عماد الدين وهي الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، إلى آخر ما تعلمون. إذن هكذا نستقبله في هذه الحياة، نقول مرحبا بك. أول كلمة سمعتها لا إله إلا الله. طفل صغير كي زاد معليش أبري يضرب البارود، كان يضرب البارود نورمال فرحوا، ولا يديروا الزغاريد ولا ما في مشكلة، ولكن أول كلمة يسمعها لازم يسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله باش يعيش بها في حياته. ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. علاش حنا في الشرع كما ثبت في السنة كي نشوفوا واحد يحتضر يعني قريب يموت، حنا واش نديروا له؟ نعاونوه، نلقنه الشهادة، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كي شغل رانا نقولوا له النهار اللي جيت للدنيا حنا قلناها سمعتها وانت عايش بها، وضرك لازم تموت عليها، انت تقولها بلسانك وتقولها بقلبك. إلا ما قدرتش بلسانك تقولها بقلبك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، باش يعيش بها ويحيا بها في هذه الحياة. لو كان ما يفهمش هذه واش يدير؟ يولي الحياة تعجبه، الحياة مليحة، فيها الماكلة، فيها الطيبات، فيها الملذات، فيها دراهم، فيها السيارات، فيها ممكن يزهى يروح يولي غافل 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 حتى يموت وما دا معه والو، ما داش معه الزاد الذي ينفعه في دار القرار. دار القرار اللي هي الآخرة. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. إذن الحياة الأبدية هي حياة الآخرة، أما الدنيا فهي معبر، فهي ممر، فهي جسر، ولكن ماذا بك نحولها إلى مزرعة للطاعات، إلى مزرعة للقربات، إلى مزرعة للباقيات الصالحات. إذن أيها الإخوة الكرام نربط بين البداية والنهاية، البداية والنهاية. لذلك نعبد الله ابتداء
وأثناء وانتهاء. كي تجي النهاية ثم واحد يروح مستبشر إلى الله سبحانه وتعالى وقد أخذ معه الزاد الذي ينفعه في دار القرار، كما قال ربنا في سورة الكهف في الآية الأخيرة الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا الإنسان الذي استقبلناه بهذا الاستقبال بهذه الحفاوة هو عايش في الدنيا، الشريعة ترافقه، راهي معاه الشريعة. ربي قال في سورة الجاثية في الآية رقم 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة الله ترافق هذا الإنسان في حياته ضمانا لحسن خاتمته. كلنا نرجو حسن الخاتمة، نتمنى كامل باش ربي يختمها لنا بالخاتمة المليحة، ولكن هذه الخاتمة اللي مليحة راهي مرهونة بالتزام أحكام الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإذا التزمها الإنسان في حياته في جميع تحركاته، في التجارة، في السوق، في الدار، مع الجيران، بعد الانتخابات، بعد النجاح، وبعد كل شيء هذه كلها تضبط، لأن الشريعة شريعة الله، وشريعة الله ضابطة لحركة الإنسان. حد يعص روحه إذا كان كلمة يقولها يتفكر. ربي قال في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يلا صافي أي واحد منا يقول كلمة ما يغفلش. ربي قال في سورة الأعراف الآية 205 قال: ولا تكن من الغافلين. إن شاء الله ربي ما يجعلناش من الغافلين. يلا يروح الكلام يخرج من الفم، هذه مسؤولية. ربي اللي قال سورة قاف 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأكدها ربي بمعنى أعمق في سورة إبراهيم الآية 24 25: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أو يعلمنا كيفاش يكون عندنا الكلام الطيب، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة أكلها كل حين بإذن ربها، إلى أن يقول: ومثل كلمة أخرى ماشي مليحة، بعد قال: ويضرب الله الأمثال للناس. إذن لابد أن نعتبر. وبعدين ختمها في الآيتين 26 27: يثبت الله الذين آمنوا باش بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا الإنسان يعصر روحه، هذه شريعة. أو تعطينا كاع معالم في الطريق باش نمشي سوا. إذا كان غلط الإنسان يرجع سهلا مهلا. هو ربي اللي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما تيأسوش من رحمة الله. ربي يفتح أبواب الرحمة وباب المغفرة. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا الإنسان يمشي في هذه الحياة حتى يقول لك الإنسان هذاك مات. وطبعا كي مات يلقى عمله، الخدمة نتاعو برك. وربي قال في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة، آخر ما أنزل من وحي الله. واش قال ربي سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقولنا كامل لازم نخزروا كاع هذاك النهار ونفكروا في هذاك النهار اللي نودعوا دار الدنيا إلى أبد الآبدين ونستقبل الحياة الأبدية اللي هي الآخرة. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي الحياة.
الآن 4 محطات. باختصار المحطة الأولى ألم. معنى ربي سبحانه قال هذا يعني نجربكم، مادام يجربنا معنى كاين الألم يقينا. اللي مريض هو يتألم يتوجع مريض. دونك سادتي الأفاضل لازم اللي يعيش بالصحة نتاعو يحمد ربي، لازم يتفكر هذو كلهم في الديار مرضى اللي بغاو يجيو للجامع وما قدروش، اللي راهم في المستشفيات وكل واحد من المرضى نتاعو. هاو نعمة الصحة نعمة كبيرة جدا، لازم الإنسان ما يغفلش عليها. مادام جينا على الجامع برجلينا نحمدوا ربي ونشكروه برجلينا برك. لو كان عبدوا ربي طول حياتنا على جال هذه برك نعمة واحدة ما نوفيوش الحق نتاعها. وربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك إخواني الكرام الحياة ألم. اللي مريض هذا ألم، اللي دار تجارة ألم، واللي خسر في الانتخابات إن شاء الله يربح مرة أخرى عادي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس الشريف في سبيل الله وفي سبيل الوطن. لازم واحد يطلع يخلي المستوى دائما عالي عالي، معليش يهبط علاه. وإذا كان هبط يطلع نعاونوه باش يطلع. لازم نتعاون. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ممكن واحد من إخواننا ولا من أبنائنا ولا واحد من أخواتنا ولا بناتنا يعني عادي من بعد، المهم يطلع الوطن، المهم نخدموا الدين ونخدموا الوطن ونعرفوا بعضنا البعض. احنا خاوة، نحن خاوة هكذا خلوها أجدادنا. تلقى واحد من الصحراء مات في الهي، والآخر اللي في الشمال مات في الجنوب، اللي في الوسط مات في الشرق. هذو شهداؤنا، واللي قال الخريطة نتاع الشهداء سوف يتعلم. ولكن نحن بشر في الوقت نفسه، نكون واقعيين. بشر بنادم يغلط، نغلطوا ونسقموا رواحنا والسلام عليكم عادي. ونعاونوا إخوانا ونتعاون على الخير. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الحياة تمشي. إذن هناك ألم. واللي دار تجارة وخسر ألم، يقول لك والله غير خسرت دراهمي وما ربحتش. هو يتألم. الألم كثير، ولكن ربي اللي خلقنا واش قال في القرآن؟ قال ولنبلونكم. هو اللي قالنا، قال نجربكم كاع ويجربنا بالشيء اللي يبغيه هو. ما كان حتى واحد خير، كاش واحد خير. لو كان نخيروا كل واحد واش يخير، يقولوا يا ربي انا اعطيني غير الصحة نحلي واش حبيت. ما يشاور حتى واحد، هو المدبر. علاش يقول لك العبد بالتفكير والله بالتدبير. أم ذاني تحبير ربي تدبر، مدبر واحد. يلا ربي قال ولنبلونكم باش بشيء شوية برك من الخوف، زيد من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين واش قال؟ وبشر الصابرين. ربي اللي قال وبشر. هذه الآيتين، الآية 155 الآية 156 من سورة البقرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مرحبا باللي أعطى الله. وربي قال في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فنحن مبتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه المعاني في سنته الطاهرة. قال الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. صفوة الخلق الأنبياء والمرسلون ربي جربهم كاع. إذن هما يحبهم ربي، هم أنبياء خيرهم باش يبعثهم هداة للبشرية، ولكن ربي سبحانه جربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. هكذا نروحوا للصحابة اللي تربوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب واش قال ربي في حقهم؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذو الصحابة ولا لا؟
إذن يا جماعة الخير نكون عادي ونتمتع بحياتنا، نحول آلامنا إلى آمال. قد صدق الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذن ألم، بعد الألم يأتي الأمل. الأمل، السيرم، الاسبوار. هذا الأمل لازم نزرعوه كاع. ماشي مليح واحد يزرع لا ياس، ماشي مليح والله، ما هو مليح. حتى هذاك اللي مريض مليح نقول له طهور إن شاء الله، ربي يشفيك، ربي على كل شيء قدير، والسلام. وقع في مشاكل الدنيا وألم الحياة، والحياة مدرسة، ومدرسة جميلة جدا، حلوة بزاف. عليه يقول لك الحياة هذه هي أفضل المدارس، هي أفضل المدارس، ولكن تقول عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. واحد باش يتعلم مسيخ ما يخلص، هذا مكان مدرسة تقول الحياة. علاش يقول لك مكل محنة تزيد في العقل، مكل محنة تزيد في العقل، مكل محنة ترنوذي العقل. والشاعر الزمان قالها، الحكماء قال: جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. الناس الموازين، هذه الموازين. هذا ماشي خايف من المشاكل ولا خايف من المصايب، لا لا، قالوا ربي يجازيهم خير. وكان ما كانش هذه شكون على علمونا ناس كبار يقول لك الجوع يعلم الجوع، الميزيريا والجوع والحفا، وهذه كاع مليحه. اما درك اذا كان واحد عايش غير في الصوف النهار اللي يضربوا شويه البرد ولا كاش ما يصرالو الشوكه بقى على خير، او كيف يصمد لذلك مليحه. وهذا منطق الشريعه يقول هذا. وكذلك المجربين، وسال المجرب لا تنسى طبيب. يلا ما نقولوش ما تنساش طبيب خاطر باش ما يزعفش طبيب، قال لا تنسى طبيب، يعني لا يزوج. يلا اذن الحياه الم وبعدين امل. الامل كي نزرعوه في قلوبنا والله غير الانسان ينطلق مهما اجتمعت عوامل الياس. الادله كثيره لا يتسع المقام للاسهاب فيها. اختار من قصه يوسف، تعرفوها كامل. قصه يوسف جاو خوتو بداو يتفاوضوا مع باباه، اعطينا يوسف باش يلعب معانا. وقال لهم انا خايف، وعلى بالكم الكبده نتاع الاب تاع الوالدين واعره. قال ولدي خايف ياكلوا الذئب وبعدين انتم تغفلوا عليه. قالوا كيف الذئب ياكلوا ونحن عصبه، يعني الرجال الله يبارك شباب قوه فتوه. لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. وقبل ذلك يعني قال لهم انا خايف، وهم اعطوا له عهد، اعطوا له كلمه، قالوا ما تخافش على يوسف، ما ياكل الذئب ما والو. وبعدين تعرفوا القصه، وجاءوا اباهم عشاء يبكون. طبعا الدموع ماشي نتاع الصحه، جاوا في الليل باش ما يفيقوش بهم. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هاو كيف ديتوه باش يلعب ولا وليتوا انتم تروحوا تلعبوا تخليوا الطفل يعس القش نتاعكم؟ يعني شفتوا هذا عهد المفروض عطاو له كلمه ولكن نكثوا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وزادوا اكثر وجاءوا على قميصه بدم كذب. دم الدم ماشي نتاع يعني ماشي نتاع يوسف، يعني باش يديروها على الثوب نتاعو باش يقولوا هاو الدليل كلاه الذئب. هاو الدم نتاع يوسف نتاعك وليدك هاو خلاص. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم في الأخير قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وحزن على وليده طبعا شيء طبيعي، الإنسان يتألم، الإنسان لحم ودم، ولكن ما يلزمش يغفل على رب سبحانه عز وجل ولا يفقد الثقة أو الأمل في الله. هذه ماشي مليحة. لذلك فاتوا أعوام
ماشي شهر ماشي شهرين ماشي عام ماشي عامين، شحال فاتوا هذاك النهار جمع ولادو وقد اجتمعت عوامل اليأس، تكفي الإشارة، عوامل اليأس اجتمعت، ولكنه زرع الأمل، غرس فيهم الأمل. قال لهم كما يحكي القرآن: يا بني، يا ولادي، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. معنى ماذا نتعلم؟ واش نتعلموا من قصة يوسف؟ كيف باباهم يعقوب زرع الأمل، وهذا دين، هذا وحي. ربي سبحانه حكى لنا هذه الحكاية، هذه القصة الهادفة باش نتعلم القيم التي بها نعيش. احنا باش نعيشوا كما تكونش قيم على بالك ما بقى والو. الحياة والله ما عندها حتى قيمة إذا ما كاش القيم، ما كاش قيمة الكرم والأخوة والمحبة والسماحة والصبر. لو كان ما تكونش هذه واش نديروا بالحياة هذه؟ يعني واش ماذا نصنعوا بها؟ ناكلوا ونشربوا بعد نموتوا برك؟ هذا ما كان، ما ينفعش. لذلك ربنا في سورة الحشر في الآية 10 قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الأخوة أخوة في الله تربطنا جميعا وبها نتمتع في الآخرة إن شاء الله تعالى، تجمعنا. أي واحد يقول لا إله إلا الله فهو أخونا في الله. وقتاش قال ربي هذه الآية؟ قالها بعد حديثه عن المهاجرين وعن الأنصار. في الآية 8 تحدث عن المهاجرين اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، اللي صبروا أمام كل ألوان الإيذاء المادي والمعنوي بجميع صور العذاب وصور التنكيل وصور الأذى. زيد قال ربي سبحانه وصفهم في الآية 8 في آخرها: أولئك هم الصادقون. أعطى لهم مقام عالي جدا جدا باش يكونوا من الصادقين، ماشي حاجة بسيطة، باش يكونوا من الصديقين اللي هؤلاء يا رب يرضى عليهم أنعم الله عليهم، كما في سورة النساء في الآية 69 اللي تشرح الآية في سورة الفاتحة كي نقولوا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شكون هذو اللي ربي أنعم عليهم؟ ربي اللي قالهم في الآية 69 من سورة النساء، قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من بعد في الآية 9 من سورة الحشر ربي يهضر على الأنصار اللي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نصروه ونصروا دعوته، نصروا رسالته. ولكن ربي خلدهم في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الآية 9 من سورة الحشر ربي وصفهم أوصاف منها واش قال؟ يحبون من هاجر إليهم. هذا حاجة كبيرة يعني. الحمالة، هذه المحبة في الله، هذه قيمة عالية جدا، هي اللي تعطي اللذة للحياة، بل تعطي سر الوجود، هي هذه. زاد ربي وصفهم وصف آخر قال: ويؤثرون على أنفسهم. الإيثار ولا هذه ماشي مليحة يا أخي؟ ربي اللي قالها، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تكون حاجة في يدك تحتاجها وأخوك يحتاجها، بالك أنت تحتاجها أكثر منه تعطيها له، وهذا هو الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبعد الآية 10 سمعتها الآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. هذه الحياة متعة في الدنيا وكذلك سعادة أبدية في الآخرة. إذن الأمل، أخطر الأمل هو الذي يدفع إلى العمل. هاو جت المرحلة الثالثة والأخيرة، العمل، الخدمة. لازم واحد يخدم ثاني، ما يجيش يقول لك أنا عندي أمل ولكن ما نخدم ما والو. لا، هذاك اللي مريض لازم يكون عنده أمل ولازم يداوي، يتخذ الأسباب. هذاك الفلاح اللي زرع ولكن ما كاش النعمة ما يلزمش ييأس، يقول لك نزرع ونحرث ونطمع في ربي، خاطر ربي سبحانه هو الذي أمر السماء فأمطرت
ثم أمر الأرض فأنبتت. الفلاح هذا واش يدير؟ يزرع ويحرث، هذا ما كان. إذا كان ربي يعطي الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الآية 22 من سورة الذاريات. وبعدين تلقاو في الصيف يروح يحصد، الله يبارك ما شاء الله. وكذلك التاجر لازم ينشط، وكذلك في جميع مجالات الحياة. تكفي هذه الإشارة، كل مجالات الحياة ربي قال خدموا خدموا. أما هذيك المشاكل ما ينفعش، هذيك مدمرة للطاقات، هذيك ممزقة للجماعات، هذيك معطلة للغايات، هذيك السلوكات الماشي مليحة، ماشي مليحة تماما. ولكن ربي واش قالنا؟ قال الجهد نتاعكم ديروه في الخدمة. كل واحد، اللي في الحانوت في الحانوت، اللي في التجارة في التجارة، اللي في البحيرة في البحيرة، اللي في القراية في القراية، اللي في السياسة في السياسة، اللي في الاقتصاد في الاقتصاد، اللي في القراية في القراية. اخدم، خاطر حياة قليلة، وذكرناها قبل حين. الحياة ما كان فيها والو، لا شيء، صغيرة جدا. هو اللي عاش 60 سنة إذا كان يرقد 8 سوايع يوميا، معناه رقد 20 سنة رقاد ثلث. هذا هو، خاطر كي دير الحساب تلقى زيغ ما كان والو على بالك. هذا اللي عاش 60 سنة. إذا كان موالف يرقد غير 8 سوايع، معناه تمثل ثلث 24 ساعة، معناه ثلث 60 سنة، معناه 20 سنة راقد. و40 سنة هذه والوقت الضائع ولونكومبرمون، وتعرفوا كاع وين يروح وقتنا. صافي واش بقالنا للطاعة للعبادة لتحقيق الاستقلال فوق الأرض؟ ربي قالنا في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشهادة تقتضي الحضور، الغياب مرفوض. واحد غايب في كل مكان، لا نغيبوا أحيانا ولكن لازم نحضر ويكون حضورنا فعالا. لذلك يا جماعة الخير هذه هو الحياة. هو ربي اللي خلقنا والله ما ضيعنا، ربي عطانا كاع طريق السلامة. يا أخي نقولوا يهدينا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. وقال في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن العمل، الخدمة، كل واحد يخدم. الطاقة نتاعنا تروح في الخدمة، ما تروحش في حاجة اللي مش مليحة. واضح؟ وربي قال في سورة التوبة الآية 105 قال: وقل اعملوا، خدموا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو الأمل، النهاية الأجل. ربي قال: ولكل أجل كتاب. نروحوا كاع من هذه الدنيا وماذا بك نزرعوا واش نحصدوا لهيه. هذا ما كان. هذه كلمتي الأخيرة. والحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. السلام عليكم.